لا توجد حل الأخبار التي تم تداولها مؤخرا حول تعاقد نادي الوداد الرياضي المغربي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي الحالي. فقد نفت مصادر مقربة من نادي الوداد هذه الشائعات، مؤكدة أن ما جرى كان مجرد حديث ودي بين رئيس النادي ووكيل مقرب من رونالدو دون أن يتطور إلى مفاوضات رسمية أو اتفاقات ملموسة. وقد أكدت وكالة رويترز هذه المعلومات، مشيرة إلى أن النادي ليس في مفاوضات لضم اللاعب. يذكر أن كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 عاما لا يزال يقدم أداء مميزا مع نادي النصر، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 هدفا هذا الموسم. أما بالنسبة لنادي الوداد فهو يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي. وفي إطار استعداداته لهذه البطولة قام الوداد بتعزيز صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الجنوب أفريقي ثيمبينكوسي لورش على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم. تجدر الإشارة إلى أن النجم البرازيلي السابق رونالدو أسطورة كرة القدم قد عبر عن دعمه لنادي الوداد قبل مشاركته في كأس العالم للأندية، متمنيا للفريق التوفيق والنجاح في مشواره. كما أن كريستيانو رونالدو سبق له أن أهدى قميصه الموقع إلى لاعب الوداد إسماعيل الحداد في عام 2016، وذلك عبر صديقه اللاعب إدريس فتوحي الذي تربطه علاقة صداقة مع النجم البرتغالي. بالتالي فإن الأخبار المتداولة حول تعاقد الوداد مع كريستيانو رونالدو لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أي مفاوضات رسمية بين الطرفين في الوقت الحالي.